اختفاء إيمي لين برادلي واحدة من أغرب القضايا في التاريخ. المقدمة: أول 5 ثواني. تخيل تكون على سفينة وسط المحيط وفجأة تختفي بدون أثر، لا كاميرات لا شهود، فقط فراغ غامض وسؤال مرعب: راحت فين؟ القصة: في مارس 1988 كانت إيمي لاين برادلي فتاة أمريكية عمرها 23 سنة في رحلة بحرية مع عائلتها على متن سفينة ريهابليك. الرحلة كانت من فنزويلا إلى جزيرة كوراساو. في الليلة قبل اختفائها شوهدت وهي ترقص في ملهى ليلي مع أحد أفراد طاقم الموسيقى. والدها شافها آخر مرة الساعة 5 الفجر وهي قاعدة على شرفة الكابينة، وبعد أقل من ساعة كانت اختفت تماما. تم تفتيش السفينة بالكامل، حتى كاميرات المراقبة ما سجلتش خروجها. ملابسها وأغراضها كانت في مكانها كأنها تبخرت. لكن بعد شهور بدأت تظهر شهادات مرعبة. سائحة قالت إنها شافتها في حمام عام بتقول ساعدوني، وشخص تاني شافها في منطقة دعارة بالإكراه في الكاريبي. وأسوأ من كده، وصلت صورة لفتاة شبيهها جدا باين عليها الخوف كأنها أسيرة. من وقتها مفيش أي دليل حقيقي. هل تم اختطافها؟ هل ما زالت على قيد الحياة؟ ولا هي واحدة من ضحايا الرحلات اللي مش بيرجعوا أبدا؟ لو القصة شدت انتباهك وعايز تعرف قصص أكتر حقيقية ومرعبة، اشترك في القناة وفعل الجرس وسيب لنا رأيك في التعليقات. قصصنا لسه في بدايتها.